الاولاني على التستنج الاي اي سيستم تيست. اتكلمنا عن البيز ديتكشن امبارح وجربناه. حد جرب لما روح؟ والتيست جبته دي اهم حاجه. يعني الاثنين دول كده دول اول تاسك عندك في الاسسمنت هتعمله. خلاص؟ طيب. نيجي نكمل بقى كلامنا في ليرنينج او تقام 2. لا. طيب. علشان نعرف نعمل انهانس او انهانسنج للاي اي سيستم عندي، يعني ايه انهانسنج؟ تحسين. ان انا بحسن الاداء او بحسن الاكيورسي بتاع الموديل بتاع الاي اي بتاعي. خلاص؟ ففي كذا حاجه اقدر اعملها. فاكرين لما قلت لكم لو انا بعمل موديل عن الاجرام السماويه، الاجرام السماويه دي الداتا اللي تبقى عندي قليله، الصور اللي عندي استحاله ان انا اجيب مثلا 20,000 او 25,000 صوره خاصه بالنجوم والكواكب والكلام ده، صح؟ فدي حلها ايه؟ او نعمل له ايه؟ قلنا حاجه اسمها داتا اوجمنتيشن، صح؟ ايوه. خلاص؟ طيب الداتا اوجمنتيشن دي يعني ايه؟ شرحتها قبل كده. قول اسماعيل. انا مثلا لو عندي 1000 صوره بقدر ان انا اعمل ماركتنج خلال ان انا بعمل الصوره او اعكسها او حاجه زي كده. قلنا عليها لفظ كده بنقول عليه اسمه ايه؟ مانيبيوليشن. خلاص؟ طيب عندي كمان الحاجه اللي بتاثر على الموديل بتاعي واداء الموديل بتاعي الداتا اوجمنتيشن والموديل سيلكشن. دلوقتي هل لما اعمل موديل بالنيف بايز زي ما اعمل موديل مثلا بالتنسر فلو زي ما اعمل موديل باليلو؟ لا. طيب يفرق ايه عن ايه؟ يعني الموديل ده عن الثاني يفرق في ايه؟ في الاستراتيجيه نفسها بيشتغل بيها، في التكنيك نفسه بيشتغل بيه. ولا عبد الله؟ على حسب مثلا هو بيشتغل على تصنيف ايه. مثلا النيف بيز دي كانت متخصصه في التكست كلاسيفيكيشن، فهو لما حطينا له صور فهو مش بيعرف يتعامل معاها او يصنفها بشكل كويس. انت قلت ايه يا محمد؟ كنت بقول على حسب الطريقه نفسها اللي بيشتغل بيها الموديل نفسه. يعني مثلا بسكان مثلا بيعمل انوتيشن وهكذا. طيب احنا عندنا انواع. قول يا مطر. على حسب البيزنس نيد بتاعك. يعني في مكتبه بتقبل صور وبتعمل بروسيسنج للصور وتطلع اوتبوت معين. مثلا الريسر 3 دي بتدي يا 1 يا 0، ما بتديش كلاسيفيكيشن وهكذا. يعني طيب احنا عندنا اول حاجه قلنا في نوعين بجرب عليهم الموديل، صح؟ في الريجريشن وفي كلاسيفيكيشن، اما تصنيف اما يكون ريجريشن، صح؟ فكل حاجه من دول بتحكم عليها زي ما قال مارتن البيزنس تيم بتاعتي انا شغال على ايه وانا بعمل ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن في الكلاسيفيكيشن نفسه يكون في موديل احسن من موديل، تريننج للموديل احسن من تريننج موديل الثاني. بناء على ايه؟ مش دي مكتبه مش معموله بكود، صح؟ وارد يكون ان الالجوريزم بتاع دي افضل من الالجوريزم دي، صح ولا غلط؟ فترجع لعوامل كتير. فانا بجرب وبشوف الاداء بتاعي. يعني ايه موديل سيلكشن؟ احنا قلنا عندنا في الاي اي ما عنديش حاجه ثابته. عندي ان انا بجرب وبشوف النتيجه وبغير بعد كده في الارقام. يعني ممكن تبقى انت مقسم مثلا الداتا 80 20 ومختار اقوى موديل والداتا ست عليك كبيره وكله تمام وتلاقي برضه الاكيورسي قليله، تغير في النسبه تلاقي الاكيورسي عليت. فاهمين ازاي؟ بتبقى راجع لعده عوامل. فعندي الموديل سيلكشن هنا اختيار الموديل المناسب لتدريب الموديل بتاعي. طيب الكلاس امبالانس هاندلنج، يعني ايه كلاس امبالانس هاندلنج؟ والاسرار. لو مثلا في الداتا ما خليش داتا اكتر من داتا او كلاس اكتر. قلنا قبل كده ان انا عندي كلاسز، الكلاسز دي بيبقى كل كلاس فيه مجموعه صور مثلا او مجموعه بيانات. لو انا خليت كلاس عالي وكلاس قليل هيبقى الانحياز لمين؟ الكلاس العالي. طيب تعالى نقول لكم حاجه تاني. ده احنا بنتكلم في الصور. طب تعالى لو قلت انا عندي اكسل شيت وعندي 26 محافظه، صح؟ قلنا في التريننج للموديل ما ينفعش ان انا اشتغل على داتا تكست، بحولها بعملها انكودنج، صح؟ ايوه. طيب تخيل لو عملنا ليبل انكودنج وقلنا كده اسيوط 0 المنيا 1 سوهاج 2 القاهره 3 الوادي الجديد 4 اسكندريه 5 وهكذا لحد 26 محافظه 28 محافظه. ده كويس؟
من وجهه نظركم مش ده ليبلنج؟ ايوه. طيب وكده حل مشكله التكست. طيب ايه المشكله اللي ممكن تحصل من حاجه زي كده؟ يعني تتعارض مع ارقام تاني؟ لا. لو قلت 0 1 2 3 4 5 لحد 28 ايه المشكله في حاجه زي كده؟ قول يا عبد الله. هل ممكن مثلا هو ينحاز يشوف 28 رقم كبير فينحاز ليه على طول؟ الانحياز ده برضه يعمل كلاس امبالانس. بمعنى انت عاطي رصيد رقم 0 وعاطي القاهره رقم 28 فانا اهم عندي دلوقتي في الترتيب مين؟ 28. القاهره مش اسيوط، فاهمين؟ فده برضه ممكن يعمل كلاس امبالانس برضه. وعشان كده مستر في فانكشن في البايثون اللي هي بتخلي تحط زيرو قبل الرقم عشان كلهم على نفس السكيل. في بقى حاجه تاني، طب انا دلوقتي عايز اعمل انكودنج اصلا وانا ما عنديش غير الوان هوت انكود اللي هو بيعمل 0 1 ده اللي ما فيهوش تمييز صح؟ لكن 0 28 دي او 0 100 فيها تمييز، احلها ازاي؟ قال لك خد الزيرو ده ومثله باربع ارقام مش باينري عشان ما حدش ياخد باله من الباينري. خد الزيرو ومثله باربع ارقام يبقى الزيرو اربع اصفار، وخد الواحد مثله باربع ارقام 0 0 0 1. خد الاثنين مثلها حرك الواحد شيفت يبقى 0 0 1 0. يبقى ما عملش تمييز ما بين ايه؟ ما بين الرو مع بعض خلاص او بين الكولومز مع بعض. طيب دي مش قصتنا بس برضه، دي من امثله الكلاس امبالانس برضه. طيب يوز لارجر داتا سيت. كل ما بكبر الداتا سيت بتاعتي كل ما بيكون افضل للموديل صح ولا غلط؟ ايوه. ما اجيبش موديل ابدا مدربه على 1000 صوره زي موديل مدربه على مليون صوره. حجم الداتا معايا بيفرق. قال لك كده روتيشن document the data set using techniques like rotation فليبنج. flipping and scaling. طيب تعال نقول كمل. ان انا عندي الصوره بالشكل ده مش شايفين حاجه بس. عندي الصوره بالشكل ده خلاص. تمام. ادي الصوره هنا كده بالشكل ده اهو خلاص. جيت رحت عامل الصوره نفس الصوره هي بس منزلها هنا شويه. ده اسمه ايه؟ بص هي كان الاحداث هنا ليها نقطه اكس وليها نقطه واي صح؟ هنا بقت الاكس بقت الواي مختلفه والاكس زي ما هي او الاكس ممكن تكون اتغيرت شويه كمان. ده اسمه ايه؟ سكيلينج. سكيلينج. عايزه بالعربي اسمه بالعربي تدريب. تقريبا. ازاحه. انا عملت ازاحه للصوره بتاعتي من اكس كانت هنا وواي كانت هنا بقيمه معينه نزلتها تحت شويه. ده برضه ده اوجمنتيشن خلاص. طيب الصوره كانت كده عكستها خليتها كده فليب. روتيشن او الفليبنج. فليب. ده اسمه فليبنج. الروتيشن كده ايوه ايوه انما الفليبنج كده خلاص. طيب تعالى نبص كده على السلايد. مثال بصوا كده ادي صوره راح عمل لها ايه؟ روتيشن 180 درجه. بعد كده نفس الصوره بنفس الوضعيه هي يا عمر عملها بلاك بس غير ايه؟ بلاك اند وايت. حط فلتر عليها. اسمه حط فلتر عليها بزود فلتر على الصوره خلاص. طيب الصوره الثانيه ده عباره عن ايه؟ زوم الصوره الثانيه الرابعه رقم 4 ازاحه. ازاحه. بصوا كده نزل بالصوره ازاي تحت شويه. اللي بعدها عمل بلورنج للداتا بلورنج للصوره حط فلتر بلور خلاص. طيب اخيرا بس عملت ايه؟ ايوه أيوة. انعكاس بالنسبه بين الصوره صح. الاولى والصوره الخامسه اللي هو كان عاجبني على الشمال. ايوه. عكسوا بعض. عمل الاثنين حط عمل بلور. عمل بلور وعمل عمل فليب. يلا لسه اللي بعده. في نفسك وركز معايا. طيب مثال بقى على البروفايل 19 في الداتا اوجمنتيشن. ادي صوره ايه؟ صوره الرئتين جوه
القفص الصدري. بصوا هنا كده حرك اكس بكام؟ بمقدار 10. هنا حرك الاكس بماينس 10، ده كله ازاحه. هنا حرك الواي بمقدار 10، لان هو يعني على سبيل المثال صوره زي كده منين هيجيب لي ليها مثلا 100,000 صوره؟ هو انت الرئه اللي عندك مش زي الرئه اللي عنده، مش زي الرئه اللي عنده في الاكس راي، صح ولا غلط؟ ممكن يبقى في فروقات مختلفه، صح ولا غلط؟ لكن مش اختلاف جوهري يخلي الموديل يحس بيه، زي مثلا الكلب الجيرمان والكلب مثلا اللي هو النوع الثاني اسمه هاسكي مثلا اللي هو ده خلاص. في اختلاف جوهري في الشكل، لكن هنا الموديل هيتلخبط من حاجه زي كده، مش عارف ان هو يفرقها. فعمل لك ازاحه اكس ب 10 سم لقدام وخد صوره، بعد كده عمل ازاحه باكس 10 سم لورا وخد صوره، بعد كده طلعها فوق شويه 10 سم وخد صوره، نزلها 10 سم وخد صوره. خلاص. هنا عمل ايه؟ عمل نظام روتيشن. بصوا كده الحته السوداء اللي بانت دي كانه لف الصوره بالشكل ده باحداث سالب 30 و30. الناحيه الثانيه راح عكسها لفها كده. عرفت التلاعب بالداتا بيحصل ازاي عشان اكتر عدد الصور اللي عندي؟ يعني هو مره عملها كده ومره جابها كده ومره لفها خالص، لفها بطول كام؟ 90 و90، ومره 15 و15 وهكذا. خلاص. دي اسمها داتا اوجمنتيشن. الداتا اوجمنتيشن دي كلها مانيوال ولا في اوتوميشن فيها؟ الداتا اوجمنتيشن مانيوال، لا في تولز بتعمل الحاجات دي، في فانكشنز بتستخدم تعمل الحاجات دي. الريسايز مثلا على سبيل المثال، يعني في الكود بتاعكم اللي انتوا عاملينه بتاع فيز ديتكشن ده هطلب منكم في الاسسمنت تعملوا ريسايز للصوره. بعد ما تكتبوا الكود، تكتبوا الكود مره ثانيه تعملوا ريسايزنج للصوره، بدل ما هي مثلا بعرض الشاشه 300 او 200 في 200 او 60 في 60. في موديلز في الاي اي ما بتحبش الصوره تكون حجمها كبير، بتحب تشتغل على حاجه صغيره 60 في 60 80 في 80. خلاص. طيب تاني حاجه الموديل سيلكشن. احنا قلنا يعني ايه موديل سيلكشن؟ حد الموديل اللي هنشتغل بيه، اختيار الموديل المناسب لتدريب الداتا. الداتا بتاعتك. طيب سيلز ديز ان ايمج كلاسيفيكيشن تاسك. احنا دلوقتي شغالين على ايه؟ في البروفايل كلاسيفيكيشن. قلنا عندنا كام كلاس؟ 4 اللي هم ايه؟ نورمال كوفيد ونورمال ولونجوباستي والثاني اللي هو والفاريال بينومينال. بينومينال. طيب في الكلاسيفيكيشن ايه اللي اقدر اشتغل عليه يديني اكيوريسي عاليه ويديني بيرفورمانس كويس ويديني الريكول بتاعي يكون عالي؟ CNN. حاجه اسمها السي ان ال واستخدمها مع الديب ليرنينج. طيب يبقى since this in an image classification task consider using deep learning models like CNN which have showing great performance in image recognition task. يبقى لما اجي استخدم الايمج انا بديهيا كده عارف لما اشتغل على ايمج استخدم السي ان ان. ليه؟ طيب هنشوف دلوقتي مع بعض. عشان بيعمل كذا مرحله، بيعمل بولينج وبيعمل فلاتنج وبيعمل بيحط فلترنج وبيعمل حاجات كتيره جدا. خلاص. طيب يبقى ترانسفير ليرنينج يوزنج بري تريند موديلز، وممكن في موديلز ثانيه زي البي جي جي والريس نت والموبايل نت. فاكرين الصوره اللي احنا عملناها امبارح او الشكل اللي احنا عملناه امبارح بتاع الازازه والعصفور لما قال ده بيرد وقال ده ودي بوتل وده بيرسون؟ ايوه ده كان شغال بالموبايل نت. خلاص. يبقى انا عندي كذا موديل، بس انهي موديل ينفع معايا هو ده الموديل سيلكشن. واضحه؟ تمام. طيب عدل اللي بعده. كلاس امبالانس هاندلنج. قلنا كلاس الامبالانس معناها ايه؟ معناها ان انا عندي داتا مش متساويه في المقدار وفي الحجم. address the class imbalance issue by employing techniques such as oversampling the minority classes و undersampling the majority classes. عندي حاجتين بعالج بيهم الامبالانس، الاوفر سامبلنج المينورتي والاندر سامبلنج الميجورتي. خلاص هنشوفهم مع بعض معناهم ايه دلوقتي. اور يوزنج كلاس ويت. خدناها طيب during model training this will help the model pay more attention to the minority classes during training. يعني ايه pay attention؟ يركز. ما هو دلوقتي شايف كلاس الداتا بتاعته كبيره وكلاس الداتا بتاعته صغيره، هو بيركز على ايه؟ كبيرة. يركز على الكبيره. يعني على سبيل المثال لو انا عملت موديل
للكوفايد 19 ده ومطلع لي 98% من الداتا بتاعتي اللي انا مدخلها له، اي صوره اديها له يقول لي عنده كوفايد 98%. كده يبقى انت عارف ان في مشكله، في انحياز للكلاس اللي هو ايه؟ اللي هو كوفايد، صح؟ طيب في الكود اللي فات ده كان في كلاس اللي هو اللي اخدناه اول مره اللي هو بتاع الكوفايد، كان في كلاس النسبه بتاعته في الداتا 3% من الداتا اللي انا مدخلها الصور. لما جينا عملنا عرض للصور عشان تعرف ايه فايده ان انا اعمل فيجواليزيشن واعمل statistics للداتا اللي عندي، قال ان انت عندك 80% للكلاس اللي اسمه كوفايد وعندك 3% للكلاس اللي اسمه فيريال بولينوميال. 3%. طب ده هقارنه ازاي ده ازاي؟ لازم يكون الداتا كلها على مستوى واحد. بعملها اندرستاند. خلاص؟ او على الاقل متقاربه من بعض. سكيب اللي بعده. طيب ادي الاندر سامبلنج وادي الاوفر سامبلنج. دي الداتا. دي الكلاس ده الداتا فيه كتيره صح؟ وده نقول ان دي الداتا الاصليه بس ده كلاس فيهم الداتا كبيره، ده الكوفايد. الكوفايد فيه 80% من الصور وباقي الكلاس كلها داتا صغيره صح؟ فقال لك اعمل ايه؟ قال لك خد سامبلز منها، اختار عينات منها بشكل عشوائي بحيث ان هي تبقى على قد ايه؟ قد بقى الكلاس. تاني الاندر سامبلنج والاوفر سامبلنج. اندر سامبلنج ذا ميجورتي. سامبلنج الاندر سامبلنج الداتا عندي كبيره، عندي كلاس من الداتا فيه كبيره جدا وباقي الكلاس كلهم صغيرين. قال لك حلها ازاي؟ قال لك خد عينات من هنا بحيث تبقى على قد الحجم بتاع ايه؟ بتاع باقي الكلاس. طب تعالى الناحيه الثانيه الاوفر سامبلنج. اوفر سامبلنج معناه ايه؟ بكبر الداتا. انا عندي هنا بعمل كوبيز. لو انا عندي كلاس الداتا فيه صغيره، كلاس واحد بس صغير وباقي كله كبير، اكيد مش هصغر باقي الكلاس كلهم، صح ولا غلط؟ انا كده بضيع الداتا اللي انا جمعتها. يعني انت تعبت وجمعت داتا، مثلا جمعت مليون صوره عن الكوفايد وجمعت مليون صوره عن الفيريال بولينوميال وجمعت مليون صوره عن النورمال والتاني جمعت فيه 20,000 او 100,000. مش منطقي ان انا انزل من مليون ل 100,000 عشان كلاس واحد. لا، انا ارفع الكلاس ده اوصله للمليون. ازاي؟ نعمل نسخ، نعمل روتيشن، نعمل فليبنج، اعمل حاجات احنا عملناها ايه؟ اوجمنتيشن. خلاص؟ وصلت لكم؟ الناس كلها قاعده فاهمه؟ تمام. منه فاهمه؟ شايف اصلا الصوره كده؟ ايه؟ الحل بتاع الاندر سامبلنج قلنا ان احنا بنعمل الاندر سامبلنج. الاندر سامبلنج ده بقلل العدد بتاع الصور اللي عندي. باخد عينات عشوائيه. طب والاوفر سامبلنج بكبر الكلاس بتاعي. ارجع تاني كده يا مصطفى. بصوا كده اندر سامبلنج اهو، ادي الكلاس الكبير بتاعي والداتا كلها صغيره. باخد عينه 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 لحد توصل لقد ايه؟ قد الحجم بتاع الداتا بتاعتي. تمام؟ طب تعالى للاوفر سامبلنج الناحيه الثانيه، الكلاس عندي صغير والباقي كله كبير. بقعد اكبر فيه عن طريق ان انا باخد كوبيز، بزود كوبيز. خلاص؟ ده اسمه مينورتي وده اسمه ميجورتي. خلاص؟ الاوفر سامبلنج ايه؟ مينورتي؟ كوبيز اوف ذا مينورتي كلاس. اللي هو الكلاس الصغير اسمه مينورتي والكلاس الكبير اسمه ايه؟ ميجورتي. ميجورتي. سكيب اللي بعده. تعالى بص هنا كده، لما يجي لك شكل بياني بالشكل ده، يعني كان في جروب في كريستون في الجونيورز حاطط في البورتفوليو اناليتكس نظام شورت لاينر شورت تقريبا، لاينر او بارت شورت مش فاكر. فالمهم كان النسبه بتاعت الموديل بتاعته واصله للواحد. فهو مجرد النسخه كده عارف ان ده ايه؟ اوفر فيتنج. اوفر فيتنج. ليه؟ الداتا اللي مجمعها اصلا قليله وما دربش اصلا الموديل، لسه الاولاد دول في الجونيور لسه شغالين لسه جديد. فطبيعي هيبقى طالع ايه؟ اوفر فيتنج. خدوا عند الشغل ده طلع فعلا اوفر فيتنج. فمن مجرد النظر في حاجه زي كده تعرف المشكله عندك فين. لما يبقى 98% من اي صوره انا بدخلها تصنف لي على انها كوفايد او عنده كوفايد، يبقى كده في مشكله فين؟ في الكلاس ده ان هو واخد داتا كبيره جدا. خلاص؟ طيب و2% بيطلع لي ان هو ايه؟ ان هو نورمال.
يبقى المشكله عندي اما ده كبير والداتا هنا اما ده صغير. تاني المشكله عندي اما ان ده الداتا اللي فيه كبيره على باقي الكلاسز، او ان ده صغير على باقي الكلاسز. طب اعرف منين؟ مين يعرف؟ اعرف منين؟ على ايه؟ فيزواليزيشن. مش ركز معايا. لا يا مش هنا اما ان الكلاس ده الداتا فيه كتيره، اما ان الكلاس ده الداتا فيه صغيره. اعرف منين المشكله في اي كلاس فيهم؟ عدد الصور او عدد الصور في كل كلاس. ده حل، بس انا عايز مجرد النظر كده على طول بشكل زي كده. قول يا مرة. يعني مثلا انا ببقى شايف الانحياز للكلاس الفلاني، يبقى الكلاس ده فيه داتا اكبر بكتير من الكلاس التاني. ايوه انا هنا عندي كلاسين. ما ده تمام. انحياز على الكلاس الشمال. طب ماشي، مين عنده تاني حل تاني؟ ممكن نزود الكلاس التاني اللي هو مثلا نحط برافو عليك يا شاذة. انا دلوقتي بقارن بين كلاسين بس وانا عندي 4، طب ما احط الاربعه كلهم. لو لقيتهم كلهم عاليين وده بس اللي تحت صغير، يبقى المشكله فين؟ في الكلاس ده. طب لقيتهم كلهم تحت صغيرين وده هو اللي عالي، يبقى المشكله فين؟ المشكله في الكلاس ده. فهمتوا؟ لما اجي اقارن ما اقارنش بين كلاسين بس واسيب الباقي. انا عندي 4 كلاس، يبقى ال4 كلاس احطهم كلهم على الشكل بتاعي او الشورت بتاعي واشوف الفرق ما بينهم. خلاص؟ واضحه؟ تمام. Use larger data set. If possible, consider acquiring more data for each class to improve the model's ability to learn and generalize across class. كل ما بكبر الداتا بتاعتي، الداتا سيت بتاعتي اللي انا مجمعها سواء كصور او الحاجات دي كلها، كل ما بيكون افضل. يعني ما ينفعش مشروع كابستون تجمع لي 50 صوره ولا 100 صوره وتقول انا عملت مشروع. ولا حتى 200، انا قلت 200 بس كده علشان خاطر هتعملوا ليبلنج لكل صوره بايديكم. انما مش تعملوا ليبلنج انتوا كولرز، لا زود في الصور عشان تعلى معاك الاكيورسي. خلاص؟ فاكرين مشروع رامز؟ كان المشكله فيه ان هو الاكيورسي فيه قليله، ليه؟ لانه كان مدرب الموديل بتاع 79 صوره بس. فبالتالي كان اي صوره ثانيه مختلفه عن اللي اتدرب عليها كان يبقى ايه؟ مش قاريها اصلا، ما كانش بيفتح البوابه او يقفل البوابه بتاعت الماسك. سكيب. طيب نرجع لخطوه الموديل سيلكشن تاني، وقلنا هنستخدم السي ان ان اللي هي بتصلي ايه؟ كونفرشن نيورال نتورك. كونفوليوشنال نيورال نتورك. نيورال نتورك يعني ايه؟ يعني ديب ليرنينج. بتكلم في الشبكه العصبيه، يبقى كده داخل فيها على طول الديب ليرنينج. قلنا الديب ليرنينج الفريم بتاعه او الاستراكشر بتاعه بيتكون من ايه وايه وايه؟ ايوه. انبوت لاير، هيدن لاير، هيدن لاير، والاوتبوت لاير. خلاص؟ طيب في الانبوت لاير بيكون في حاجات كده اسمها ايه؟ النود النود او النيورون. او النيورون. خلاص؟ طيب وفي الهيدن لايرز نفس القصه برضه فيها ايه؟ النود او النيورون، والاوتبوت نودز برضه. نود بتطلع لي هي الاوتبوت بتاعي. تعالى بس على الفيديو ده، عايزكم تركزوا في الفيديو. السي ان ان ذا سي ان ان اركتكتشر. هو ايه الاركتكتشر او الاستراكشر بتاع الموديل سي ان ان؟ احنا قلنا عندنا لاير اسمه انجن، ولاير اسمها بروسيس، ولاير تاني الاوتبوت، صح؟ الهيدن لاير بس فيها بروسيسنج. طيب نفترض ان الصوره دي داخله على الموديل بتاع السي ان ان، داخله من الانبوت لاير. هل الصوره لما بتيجي تدخل في الموديل بتدخل زي ما هي كده؟ فاكرين لما عملت عرض للصور عندكم، لما عملت عرض للصور مش طلعت عباره عن اري متقسمه لثلاثه اري، كل ليست فيها او ليست متقسمه لثلاثه ليست، كل ليست فيها مجموعه من الارقام، صح ولا غلط؟ فاكرين؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ وقلنا ساعتها ان اول ليست هي الريد، ثاني ليست هي الجرين، ثالث ليست هي البلو. مش فاكرين؟ مش مهم. طيب فهو هنا بيعدي على لايرز ما بتبقاش بالشكل ده. انا عشان اجرب موديل على الصوره عشان ادرب موديل على الصوره تبقى بالشكل ده ومتكونه منين؟ من بيكسلز، صح؟
هو علشان يقرا الفيتشرز اللي جوه كل بيكسل او اللي جوه الصور بيعمل فلتر او بيعمل مصفوفه بتعدي على ايه؟ بتعدي على كل جزء من هنا. طب سؤال، ادي الصوره بالشكل ده وكل مربع عباره عن بيكسل، خلاص؟ على سبيل المثال يعني. وادي المصفوفه بتاعتي بالشكل ده. مجموعه ارقام هنا، مجموعه ارقام بتعدي على الارقام اللي هنا. وبتمشي عليها خطوه خطوه، يعني انا حطيت المصفوفه بالشكل ده على الجزء ده. المنطقي والطبيعي ان المصفوفه اشيلها من هنا. شايفين شكلها كده؟ الطبيعي ان انا اشيلها من هنا واروح اوديها هنا. تاني بص تاني، انا قلت عندي الصوره فبعمل عليها سكان، تمام؟ عارفين السكان؟ طيب فهو خد الطبقه دي، ادي الصوره الاساسيه، ادي الصوره الاساسيه وده الفلتر بتاعي، خلاص؟ فجيت عشان اعرف الفيتشرز اللي جوه الصوره احط فلتر على الصوره كده، تمام؟ فعرفت الفيتشرز في الجزء ده. المنطقي ان انا اشيل الفلتر كده واروح حاطه كده. امال ايه المنطقي؟ يكون مطابق بيزاحه كده الفلتر. برافو عليك يا ماما. ان انا ما نقولش الفلتر بتاعي لا مش كده، روح شايله وحطه كده، بعد كده اشيله وحطه كده، بعد كده اشيله وحطه كده. هو كده اتعرف على فيتشر لوحدها، لكن مش الصوره ككل، صح ولا غلط؟ لكن الطبيعي نعمل ايه؟ اعمل كده. كده يجمع الانبوت كده ربط الفيتشر دي باللي جنبها وهكذا، خلاص؟ فاهمين القصه دي؟ تاني الفلتر اهو ماشي كده. فخد كل الفيتشرز اللي فوق، بعد كده نزل. خد كل الفيتشر اللي هنا. يبقى كده عمل مسح كامل للصوره، صح ولا غلط؟ طيب لما يجي بيتحرك مربع ولا بيتحرك مربعين ولا ثلاثه؟ في حاجتين، ممكن ان هو يتحرك مربع، ممكن يتحرك مربعين، خلاص؟ طيب فهمتوا قصه المسح بتاعت الفيتشرز في الصوره ماشيه ازاي، عامله ازاي؟ الفلتر اللي هو الكونفنشنال لاير بيتحط بالشكل ده على الصوره، ما بحركوش كده، ما بحطوش كده بعد كده اشيله وبعد كده احطه كده، لا احطه كده وابدا اتحرك مربع او مربعين، امسح كل الفيتشرز بتاعت ايه؟ بتاعت الصوره. فاهم يعني؟ فاهم والله. ده بيحصل فين؟ بيحصل في الكونفنشنال لاير. طب تعالى للبولينج لاير، ايه معنى كلمه بولينج اصلا؟ اقفل الشباك ده بقى. حاجه حقيقيه فوز. البول اللي هي حقيقيه فوز 1 أو 0. لا بولينج دي خفيفه، دي بيت ايه ده؟ بولينج لايرز. طيب تعالى بص كده. شايفين الماتريكس دي؟ الارقام دي جوه الصوره، صح؟ بعد ما عملت الكونفنشنال لاير على الصوره بكل مكان ده فيه ايه؟ فيه رقم. قال لك عشان اخد الشكل دوت انا كده تبقى عندي الفيشرز كبيره وكتيره. عايز اعمل مينيمايز، عايز الم الدنيا، اختصر الدنيا شويه. قال لي اعمل ايه؟ قال لك تعالى المربع ده مش هو 4 في 4؟ اعمل ماتريكس برضه 4 في 4 او اعمل 2 في 2. 2 في 2 يعني صفين في 2 كولوم، خلاص؟ فاعمل ايه؟ المصفوفه الثنائيه عارفينها دي طبعا اللي هي 2 في 2 4 في 4. عارفين ولا انتوا متخيلين ايه اصلا؟ طيب فقال لك خد المصفوفه اللي 2 في 2 دي واعمل ايه؟ وخد اكبر رقم فيها 12. ال 12 حطه هنا واكبر رقم في كل مصفوفه وخش على المصفوفه اللي بعدها 5 و3 و5 و7. ايه اللي اكبر رقم فيهم؟ 7. خد ال7 وحطها هنا مكانها، خلاص؟ مش هحطها تحت
الشمال، لا احطها في مكان المربع اللي انا شلته. يعني انا عوضت عن المربع ده برقم 12 وعوضت عن المربع ده برقم كام؟ 7. تعالى اللي تحت بص كام؟ 13 واللي جنبه 14. خلاص؟ طيب في كذا طريقه اقدر اعمل بيها القصه دي البولين. ممكن ناخد الماكس، ممكن ناخد الافريج، ممكن ناخد المينيمم، ممكن ناخد المين، ممكن ناخد الميديان. فكده كنت بملى النار فاليوز الميديان والمينيمم في الاكسل شيت بتاعي. كنت بعملها ازاي؟ فيل ان ايه بالميديان او بالمود او بالماكس او بالمينيمم. فهو هنا عامل ايه برضه؟ ملاها بالافريج. جمع الارقام دي على بعض. 8 زائد 7 كام؟ 15. 15 و12 27. 27 و9 27 و9 36. 30. خلاص؟ طيب 36 اقسم بقى على 4 يطلع كام؟ 9. يطلع 9. اي 9. خلاص؟ اجمع دول على بعض 10 13 20 على 4 5. طلع 5. خلاص؟ فهو في طريقتين، اما ان انا استخدم الماكس او ان استخدم الافريج. خلاص؟ عرفت الماتريكس دي اتبنت ازاي؟ طيب سكيب كده اللي بعده. البروبوز بقى ايه الهدف من ان انا اصلا اعمل بولي؟ احنا قلنا ليه؟ عشان اصغر حجم الصوره او حجم الداتا اللي داخله عليا، صح؟ يبقى to progressively reduce the spatial size of the representation, thus reduction the number of parameters and computation in the network. بيقلل حجم الصوره اللي داخله، تعمل لها معالجه في اللايرز او الهيدن لايرز. خلاص؟ عرفت فايده البولينج ايه؟ فايدته ايه؟ تصغير حجم الداتا اللي داخله يتعمل لها ايه؟ بروسيسنج. خلاص؟ سكيب اللي بعده. هي السايز بتاع الصوره مش كده؟ ايه؟ سايز الصوره. نحط فيه موديل مش بيقبل الصوره كبيره لازم 4 في 4 دي حاجه اسمها السايز مالهاش علاقه. ما ده تصغير. انا وحدي. البولينج سايز ما بتصغرش الحجم. يا حبيبي بتصغر حجم الصوره كعرض وطول كبكسل لكن مش كحجم. يعني لو مش بديجه تبقى بالكيلو، يعني كده بيحصل ضغط وبيحصل كومبريشن معاك. بس هنا فايده البولينج مش كده، فايده البولينج هنا ان انا ايه؟ ان انا بختصر عدد البكسلز اللي انا هعمل لها معالجه. بدل ما اعمل على مليون بكسل اعمل على 1000 بكسل، لان كده كده البكسل والبكسل اللي جنبها ريليتد مع بعض، ممكن انا ادمجهم في واحده بس. خلاص؟ بعمل حاجه اسمها كومبريشن ضغط، وبعد كده لما اجي اعرض بعمل ايه؟ افكهم تاني. زي الفيديو مثلا، دخلنا مثلا على اي موقع ما بتلاقيوش رافع الفيديو زي ما هو، يعني الفيديو ممكن بس ب 7 جيجا او 8 جيجا، يعني فيلم افاتار كان 12 جيجا. هل اترفع زي ما هو كده على الداتا بيز؟ لا، حصل له كومبريشن، ولما تيجي انت بتعرضه يحصل ايه؟ دي كومبريشن، يتفرد تاني. خلاص؟ عشان ما ياخدش حاجه على الداتا بيز. كومبريشن لما تبقى ممثله معناها ان الديكودنج اللي حصل غلط فيها. خلاص؟ او الابعاد مش متساويه، يعني هي مثلا مصممه هتبقى 360 في 480 مثلا، وانت عارضها على حاجه 1080 في 720 مثلا. خلاص؟ فبتمط الفيديو فتلاقيها بكسلت منك. البكسل ليها طول وليها عرض، لما بتشديها انت هنا عرضها على حاجه صغيره تبقى تمام معاك، لان هي 320 320. لما لو عرضتها على حاجه كبيره بشد البكسل بمنطقه، فدي بيخليها تبكسل معاك، عشان كده بنقول اسمها بكسل. طيب تعالى حاجه في السي ان ان الفولي كونكتد لاير. الفولي كونكتد لاير ده هو المسؤول عن ان هو يعمل كلاسيفيكيشن، هو اللي بيطلع لي الاوتبوت. في الاوتبوت لاير هنا بيقول لي ان ده كات ولا دوج ولا سانسيت. شايفين هنا دي عباره عن ايه؟ قلنا النيورونز او النوز. خلاص؟ كل نود مرتبطه بكل النوز الثانيه. خلاص؟ مرتبطين مع بعض. في الاخر يطلع لي في الاوتبوت يطلع لي ايه؟ الكاتيجوري بقى، اذا كان هو بيرد ولا سانسيت ولا دوج ولا كات. خلاص؟ يبقى الفولي كونكتد هو المسؤول عن ايه؟ عن الكلاسيفيكيشن في الاوتبوت لاير. يبقى انا كده خدت 3 حاجات، الكونفنشنال لاير، وقلنا ان اللاير بيعدي على الصوره بيبقى مسح مش بتلاقي النقل، صح؟ وخدنا البولينج لاير، وقلنا البولينج ان انا بعمل ريديوس للسايز بتاع الايمج من ناحيه ايه؟ من ناحيه البكسلز. خلاص؟ عن طريق النكس او عن طريق ايه؟ الافريج، ان انا باخد النكس فاليو او الافريج فاليو من كل مصفوفه. بعد كده الفول كونكتد لاير.
اللي هو بيعمل ايه؟ بيطلع كلاسيفيكيشن في الاول. البربوز بتاع الفول كونكتد تو يوز ذا فيتشر اكستراكتد اند داون ستاندرد باي ذا بريفيوس لاير تو كلاسيفاي. انه يعمل ايه؟ يعمل كلاسيفاي ذا انبوت ايمج انتو فاريوس كاتيجوريز. بمعنى هنا دخلها عربيه صح؟ هو بقى هناك بيقول لي ايه؟ ان الصوره دي احتمال تبقى عربيه او تبقى موتوسيكل او تبقى مثلا طياره او ايا كان. بناء على ايه؟ بناء على الفيتشرز اللي عملها معلم. خلاص؟